هقول لكم عن أحلى تخبيلة أخدتها في حياتي. أنا كنت بحب واحدة جارتنا وبحترمها جدا وبتعامل معاها بكل أدب. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات، لأني عارفها وعارف إنها من عيلة كويسة. وكنت مانع أي تعامل بينا بالإيد، وحتى مش بلمسها لما باجي أسلم عليها. وفضلت أقنع أهلي إني أروح أخطبها لحد ما وافقوا. وكنت رايح اليوم ده وواخد معايا أبويا وعمي، وأول ما قعدنا مع أهلها لقيت أختها الصغيرة بتقولي: هو أنت بقى اللي بتخليها تسهر طول الليل تتكلموا؟ أنا سمعت كده وقلت لهم معلش في مشكلة ولازم ننزل حالا. وطبعا طول الطريق أبويا عمال يسألني: في إيه يا ابني ونزلتنا بالطريقة دي ليه؟ وعمي يقول لي: هو العصير بتاعهم وحش ولا إيه؟ قلت لهم عندكم حق تهزروا، ما هو أنتوا ما سمعتوش اللي أختها الصغيرة قالته؟ دي بتقولي بتسهر طول الليل تكلمني، وهي أصلا مفهماني إنها بتان الساعة 10 عشان أبوها بيزعق لها. أبويا ضحك وقال لي: والله تربيتي فيك ما راحتش على الفاضي، وكويس إنك عملت كده قبل ما تلبس المشكلة. دلوقتي إن عمي لسه عمال يهزر